السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل تتبيلة الشيش طاووق، وهنعمل شيش طاووق الفراخ. تمام، نخش في الموضوع على طول. أول حاجة بقطع الفراخ معايا مكعبات بالشكل ده. يستحسن تعمليها من الوراك، لكن أنا النهاردة هعملها من الصدور، ده المتاح عندي. فقطعيها كده مكعبات بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. لان الصدور بيقولوا انها بتنشف، لكن احنا هنعملها بطريقه ما تنشفش، وفي نفس الوقت احسن حاجه تاكليها وهي سخنه، مش هتحس انها ناشفه نهائي. ولكن يفضل انك تعمليها في الوراك، تقطعيها بالحجم اللي انت شايفه ده، المكعبات دي. تمام. طيب انا هنقلها هنا على جنب، وهبدا استخدم الحاجات اللي عندي. اول حاجه زبادي عشان تكون طريه معانا، زبادي بلدي عادي. خلاص. هنا ربع كوباية خل وعليها ليمونة، اهو ليمونة كبيرة. تمام. مقلعتين زيت. هنا مقلعتين كبار صويا صوص من الغامقة، وخلي بالك من الملح وانت بتحطي. طيب ممكن تستعملي توم باودر، بصل باودر، بس انا ما بحبش نادر ما بستعملهم في الاكل بتاعي. فانا فرمت فصين توم، ربع مقلعة جنزبيل، ربع قرفة، نص كركم، كمون، فلفل اسود، بابريكا، وملح بسيط عشان احنا في ملح عندنا في الصويا صوص. ابدا احط كل التوابل بتاعتي كده. سهل جدا يا جماعه، ومفيش اي حاجه، بس نوع من التغيير. زهقنا من كل انواع الفراخ وزهقنا، فكان عندي كام صدر كده، فالبنات قالوا لي ما احنا عايزين ايه، شيش طاووق. قطعتهم مكعبات، وزي ما قلت لكم كده، في ناس بتضيف حاجات تانية، تشيلي حاجة تحط حاجة حسب الرغبة اللي عندك. يبقى أهم حاجة عندي ربع كوباية خل، وليمونة معصورة فيها، والزبادي، زيت، صويا صوص ممكن تستغنى عن الصويا صوص، بابريكا، فلفل اسود، كمون، ربع ملعقة جنزبيل، ربع قرفة. ممكن تحطي بصل بودر وتوم بودر. تمام. هقلب كويس قوي، واحط التتبيله دي فيها واقلب. هحط التتبيله فيها، المكعبات اللي في الفراخ فيها. وطبعا يعني اقل حاجه 4 ساعات. انا دلوقتي بعملها من بالليل. تمام، عشان هعملها غدا بكره ان شاء الله. فكل ما قعدت في التتبيله اكتر، كل ما اديتك نتيجه هايله. حطها طبعا في التلاجة، قلبي كويس كده عشان ايه، كله يتشرب طبعا. بس يا جماعة هي كده خلاص تقريبا خلصت، ما فيش فيها حاجة. تاني يوم بقى الصبح ان شاء الله بكرة هنحط بقى الفلفل الالوان، الطماطم، البصل، ونشوف هنعملها ازاي، ونظبط الدنيا معاك. كده خلاص انا قلبتها اهو كويس، ولسه هقلبها كمان. هحطها في التلاجة، اقل حاجة تحطها في التلاجة 4 ساعات، ويفضل طبعا لو من بالليل. لكن لو مستعجلة ماشي يبقى 4 ساعات ماشي. تتبيله جميله. والزبادي، لو ما عندكيش زبادي ممكن تحط ربع كوبايه لبن، عشان دي اللي بتطريها وبتخلي الصدور طريه وجميله معايا. ولازم تاكليها سخنه، بتفرق يا جماعه في الطعم، ولا بتشد معاكي ولا حاجه. اهو خلاص كده التتبيله جاهزه معايا زي ما انتم شايفين على التلاجة. واقابلكم بكره ان شاء الله. عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا دلوقتي الظهر كده، وهبدا اعمل الشيش طاووق اللي انا تبلتها من بالليل اهي زي ما انتم شايفين اهي. طيب ايه اللي هيبقى معايا؟ معايا فلفل اصفر، اخضر، احمر، بصل، كله متقطع كده ايه زي مكعبات، زي ما انتم شايفين التقطيعه دي كده اهو. ومعايا طماطم صغيره. طيب
ومعايا العصيان بتاعت الشيش طاووق. هبدأ اشتغل. اجيب شوكة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده. وارجع احط بصلة، فلفل احمر، اخضر، وقطعة فراخ. تمام. قطعة فراخ برضو، بصل، فلفل احمر واخضر. العصي اللي عندنا قصيرة شوية زي ما انتم شايفين كده. ثانية واحدة. شايفين يا حبايبي؟ اهي اهي واحدة بصل. حطي بقى ايه بصل، الفلفل اللي عندك، وطبعا بينهم قطع الفراخ زي ما انتم شايفين كده. هعمل كل الشيش طاووق بالشكل ده وارصه كده، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هعمل معاكم كمان واحدة اخيرة. لو الطماطم صغيرة كده دخليها بحالها، وادي البصل اهي، فلفل اخضر، تقريبا السيخ بياخد 3 قطع او 4 حسب طوله. تمام. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، الطماطم عندي صغيرة فحطيتها بحالها. تمام. انا عملت الكمية دي كده اهي زي ما انتم شايفين، وهقول لكم الخطوة الجاية ايه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو. حطيت ورق زبدة في القارب بتاعي ورصيتها. في ناس بتعمل ايه، بتجيب قارب على قد الشيش طاووق وتدهنه زيت، او تحط فيه زيت وتحمر. تحمر الشيش طاووق وتقلبه شمال ويمين.
تمام. الجايه تتحمر تقلبها، لكن انا بحب الاكل الصحي، فانا هشويها في الفرن. حطيت ورق زبده تحت وورق زبده فوق اهو. وهحط ورق ليمون. معلش يا جماعه، الكاميرا تقريبا فصلت. انا عملت ايه؟ انا حطيت ورق زبده تحت في القارب اهو. مش عارفه هي صورت ولا لا، مش عارفه انزله من على الحل. حطيت ورق زبده تحت اهو، ورصيتها ورق زبده اهو عشان التفاعل فوق. والورق الالومنيوم هحطها في الفرن على درجه حراره 180، لان هي الفراخ قطع صغيره ومتبله كويس قوي، محطوط فيها خل. قرب سواها يعني، فمش هتاخد مني وقت. هرجع لكم بعد ما اخلص. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، خلصت الشيش طاووق اهو، طالع في منتهى الجمال والحلاوه، وما خدش مني وقت، واستوى بسرعه زي ما انتوا شايفين اهو. حلو قوي. في العزايم ما بياخدش اي حاجه، وهو تغيير زهقنا من الوصفات، وده من احب الوصفات لقلوب الاولاد، بيحبوه جدا. ممكن تاكليه مع رز بسمتي او مع مكرونه حسب ما بتفضلي. متنسوش في الشير واللايك، واللي مشتركش في قناتي يشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل تتبيلة الشيش طاووق، وهنعمل شيش طاووق الفراخ. تمام. نخش في الموضوع على طول. أول حاجة بقطع الفراخ معايا مكعبات بالشكل ده. يستحسن تعمليها من الوراك، لكن أنا النهاردة هعملها من الصدور، ده المتاح عندي. فقطعيها كده مكعبات بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. لان الصدور بيقولوا انها بتنشف، لكن احنا هنعملها بطريقه ما تنشفش، وفي نفس الوقت احسن حاجه تاكليها وهي سخنه، مش هتحس انها ناشفه نهائي. ولكن يفضل انك تعمليها في الوراك، تقطعيها بالحجم اللي انت شايفه ده، المكعبات دي. تمام. طيب انا هنقلها هنا على جنب، وهبدا استخدم الحاجات اللي عندي. اول حاجه زبادي عشان تكون طريه معانا، زبادي بلدي عادي. خلاص. هنا ربع كوباية خل وعليها ليمونة اهو، ليمونة كبيرة. تمام. مقلعتين زيت. هنا مقلعتين كبار صويا صوص من الغامقة، وخلي بالك من الملح وانت بتحطي. طيب ممكن تستعمل توم باودر، بصل باودر، بس انا ما بحبش نادر ما بستعملهم في الاكل بتاعي. فانا فرمت فصين توم، ربع مقلعة جنزبيل، ربع قرفة، نص كركم، كمون، فلفل اسود، بابريكا، وملح بسيط عشان احنا في ملح عندنا في الصويا صوص. ابدا احط كل التوابل بتاعتي كده. سهل جدا يا جماعه، ومفيش اي حاجه، بس نوع من التغيير. زهقنا من كل انواع الفراخ وزهقنا، فكان عندي كام صدر كده، فالبنات قالوا لي ما احنا عايزين ايه شيش طاووق. قطعتهم مكعبات، وزي ما قلت لكم كده، في ناس بتضيف حاجات تانية، تشيلي حاجة تحط حاجة حسب الرغبة اللي عندك. يبقى أهم حاجة عندي ربع كوباية خل، وليمونة معصورة فيها، والزبادي، زيت، صويا صوص ممكن تستغنى عن الصويا صوص، بابريكا، فلفل اسود، كمون، ربع ملعقة جنزبيل، ربع قرفة. ممكن تحطي بصل بودر وتوم بودر. تمام. هقلب كويس قوي، واحط التتبيله دي فيها واقلب. هحط التتبيله فيها المكعبات اللي في الفراخ فيها، وطبعا يعني اقل حاجه 4 ساعات.
انا دلوقتي بعملها من بالليل، تمام، عشان هعملها غدا بكره ان شاء الله. فكل ما قعدت في التتبيله اكتر كل ما اديتك نتيجه هايله. حطها طبعا في التلاجة قلبي كويس كده عشان ايه كله يتشرب طبعا. بس يا جماعه هي كده خلاص تقريبا خلصت، ما فيش فيها حاجه. تاني يوم بقى الصبح ان شاء الله بكره هنحط بقى الفلفل الالوان، الطماطم، البصل، ونشوف هنعملها ازاي ونظبط الدنيا معاكم. كده خلاص انا قلبت اهو كويس، ولسه هقلبها كمان. هحطها في التلاجة، اقل حاجه تحطها في التلاجة 4 ساعات، ويفضل طبعا لو من بالليل، لكن لو مستعجله ماشي يبقى 4 ساعات ماشي. تتبيله جميله. والزبادي لو ما عندكيش زبادي ممكن تحط ربع كوبايه لبن، عشان دي اللي بتطريها وبتخلي الصدور طريه وجميله معايا. ولازم تاكليها سخنه، بتفرق يا جماعه في الطعم، ولا بتشد معاكي ولا حاجه. اهو خلاص كده التتبيله جاهزه معايا زي ما انتم شايفين على التلاجة. واقابلكم بكره ان شاء الله. عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا دلوقتي الظهر كده، وهبدا اعمل الشيش طاووق اللي انا تبلتها من بالليل اهي زي ما انتم شايفين اهي. طيب ايه اللي هيبقى معايا؟ معايا فلفل اصفر، اخضر، احمر، بصل، كله متقطع كده ايه زي مكعبات زي ما انتم شايفين التقطيعه دي كده اهو. ومعايا طماطم صغيره. طيب ومعايا العصيان بتاعت الشيش طاووق. هبدا اشتغل. اجيب شوكه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده. وارجع احط بصله، فلفل احمر، اخضر، وقطعه فراخ. تمام. قطعه فراخ برضو، بصل، فلفل احمر واخضر. العصي اللي عندنا قصيره شويه زي ما انتم شايفين كده. ثانيه واحده. شايفين يا حبايبي اهي. اهي واحده بصل. حطي بقى ايه بصل الفلفل اللي عندك، وطبعا بينهم قطع الفراخ زي ما انتم شايفين كده. هعمل كل الشيش طاووق بالشكل ده وارصه كده، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هعمل معاكم كمان واحده اخيره. لو الطماطم صغيره كده دخليها بحالها، وادي البصل اهي.
فلفل اخضر. تقريبا السيخ بياخد 3 قطع او 4 حسب طوله. تمام. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، الطماطم عندي صغيره فحطيتها بحله. تمام. انا عملت الكميه دي كده اهي زي ما انتم شايفين، وهقول لكم الخطوه الجايه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو، حطيت ورق زبده في القارب بتاعي ورصيتها. في ناس بتعمل ايه، بتجيب قارب على قد الشيش طاووق وتدهنه زيت، او تحط فيه زيت وتحمر تحمر الشيش طاووق وتقلبه شمال ويمين. تمام. الجاله تتحمر تقلبها، لكن انا بحب الاكل الصحي، فانا هشويها في الفرن. حطيت ورق زبده تحت وورق زبده فوق اهو، وهحط ورق ألمونيوم. معلش يا جماعة، الكاميرا تقريبا فصلت. انا عملت ايه، انا حطيت ورق زبدة تحت في القارب اهو. مش عارفة هي صورت ولا لا، مش عارفة انزله من على الحال. حطيت ورق زبدة تحت اهو ورصيتها ورق زبدة اهو عشان التفاعل فوق، والورق الألمونيوم هحطها في الفرن على درجة حرارة 180، لان هي الفراخ قطع صغيرة ومتبلة كويس قوي ومحطوط فيها خل. قرب سواها يعني، فمش هتاخد مني وقت. هرجع لكم بعد ما اخلص. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، خلصت الشيش طاووق اهو، طالع في منتهى الجمال والحلاوه وما خدش مني وقت واستوى بسرعه زي ما انتوا شايفين اهو. حلو قوي في العزايم، ما بياخدش اي حاجه، وهو تغيير زهقنا من الوصفات، وده من احب الوصفات لقلوب الاولاد، بيحبوه جدا. ممكن تاكليه مع رز بسمتي او مع مكرونه حسب ما بتفضلي. متنسوش في الشير واللايك، واللي مشتركش في قناتي يشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل الحمام الكذاب. دي وصفة جميلة جدا يا جماعة، وحلوة قوي قوي، ومنظرها تحفة وطعمها كمان تحفة، وشكلها حلو لما تقدميها في سفرتك في العزومات. لازم يكون الفخد مخلي بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده، يكون عامل زي القرطاس، فيه ما يبقاش مفتوح للآخر. تخلي ايه بتاع الفراخ يعملهولك، تقولوله حمام كداب، يقوم يسيبلك في حتة من تحت مقفولة. تمام. طيب انا هجيب التتبيلة بتاعتي اللي هي عبارة عن كركم وبابريكا، ملح، فلفل اسود، بهارات فراخ، وكمون، وكزبرة ناشفة.
هحط البهارات دي على بعضها. بصراحة يا جماعة انتوا عارفين الحمام مكلف وغالي، وده بيقوم بنفس المهمة وكمان أطعم من الحمام بصراحة. ومنساش طبعا نحط عليه مقلعتين زيت. الوصفة دي بصراحة طعمها كان جنان وعجبت الأولاد جدا. وخلي كمان. هقلب كويس قوي وهبدأ أتبل الأوراق بتاعتي. قد ايه كانت جميلة بجد والله، جربوها مش هتندموا. كانت طعمة قوي. هغطس كده كل ورك في قلب التتبيلة بعد ما اقلبها كويس. يفضل ان انا اكون عاملاه مثلا من بالليل. ما عندكش وقت ممكن تعمليه مثلا قبلها ب3 ساعات 4 ساعات برضو مفيش مشكلة. في ناس بتدق الفخاد دي، بتدقها تعرضها شوية، بس انا جربتها بالدق ومن غير الدق لقيت النتيجة واحدة. مفيش اختلاف يعني، عشان الورك ما يتقطعش مني ويفتول. فانا بعمله بالطريقة دي وبيطلع طعمه جميل وهتشوفوا. وسهل يا جماعة، انتوا عارفين كمان حتى الحمام بيبقى فيه غلبة في الحشو بتاعه، لكن ده حشو سهل قوي. يعني من اسهل الوصفات هي الحمام الكذاب. شايفين يعني التتبيله جابت على اخر اهو. هحطها في التلاجة، وبعدين بعد كده بعدها بكام ساعة او قبلها بتعملها من بالليل براحتك. وهبدأ اعمل الخلطة بتاعتي. اول حاجة عندي بصفر بصلة، وبيكون عندي كبد وقوانص. ممكن يبقى كبد فقط. لو هتعمل القنصة انا باخدها غلوة كده قبل ما احطها مع الخلطة دي، وبقطعها صغير طبعا على نار عالية عشان الكبدة ما تنزلش ميتها وتزفر للرز. ادي البصلة مع القوانص والكبد، وممكن كبد فقط، بس يستحسن تاخديها غلوة اللي هي القنصة لانها بتاخد سوي شوية عن الكبدة. وهحط الرز يتشوح معاه، اكون غسلاه ومصفياه. انا حاطه هنا كوبايه رز بس، انت حسب بقى إيه حجم الورك، وحسب عدد افراد الاسره، وحسب هتعمل كميه قد ايه. بحط التوابل بتاعتي كمون و7 بهارات، فلفل اسود، ملح. وهقلب اشوحها كده مع بعضها عشان الرز يشوح كويس وياخد من طعم التتبيله والبصل قبل ما احط له الميه. بعد كده هبدأ احط له العيار بتاعه وهسيبه ينشف، ويدوبك يعني نص سوا عشان هيكمل سواه مع الورك. هبدأ احط المية بتاعتي اهو. لحد ما يتشرب المية، وبعد كده هروح مغطية عليه. مفيش نص سوا يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده هو اتشرب المية. وضروري ما يكونش معجن، زي ما انتوا شايفين مفلفل اهو، مش عايزاه يبقى معجن في قلب الورك. طبعا طلعته وبسيبه يبرد شوية. هبدأ بقى الحشوة بتاعتي. طبعا بجيب ورق استرتش. آه انا ما كانش عندي، استخدمت اكياس بتاعة التلاجة، فتحت الكيس وقام بنفس المهمة. ادي الورك بتاعي اهو، بحاول احشيه من جوه كده، واحاول اضغط بس ما تمليش قوي يعني لان سيبي مساحة للرز ان هو يكمل سواه. زي ما انتوا شايفين بوريكم بس الفتحة اللي شبه القرطاس.
زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. وهبدأ أضمه على بعضه. في ناس بتخيط، وفي ناس بتعمل بالخلة بتاعت الطيور اللي هي الخشب دي بتقفلوا بها، وفي ناس بتضمه كده زي ما انا هضمه على بعضه. واللي هيساعدني في كده الكيس اهو، شايفين؟ ابرم كده، وانا ببرم اضغط والف كويس عشان ما تفكش مني. زي ما انتوا شايفين كده، ابرم جامد واشد وابرم زي ما بعمل الرول بتاع اللحمة الباردة اهو. زي ما انتوا شايفين كده، هيبقى مجهزة ورق ألمونيا، واضغط كمان برضو. واعملها كده زي ما انتوا شايفين زي الفيونكة، واحطها على جنب لحد ما اخلص بقية الاوراق اللي معايا. ادي التاني اهو، هعمل معاكم كمان واحد. مش محتاج ان انا ادقه، استوى بسرعة، والرز كان مفلفل ومش معجن. وكانت بصراحة يا جماعة والله من اسهل الوصفات اللي عملتها. اهو شوفوا بضم ازاي، ضمي كله على بعضه من غير خلة، ولا عايزة تحطي بخلة، عايزة تعملي بتقفلي بخيط، والله ده بيرجع لك. بحاول اضغط الرز لجوه اهو، كان في عندي حتة فاضية. اهو ضغطي جامد عشان ما يفكش منك. وادي الورق اللي هو الفويل، شايفين بضغط ازاي وبساوي برضو، وانا ايه الشكل الاسطواني ده عشان ايه تطلع مظبوطة معايا. معلش عشان ايه عملت واحد كمان تالت عشان برضو ايه تعرفي طريقته. اهو لازم يكون بالطريقة دي. ساعات بتاع الفراخ بيفتحها جامد للآخر، فبتعذب شوية في اللف، لكن ضروري يعملها كده زي القرطاس. شايفين كده اهو. طبعا الكيس مش زي الورق الاسترتش، بيبقى احسن، بس اكتشفت ان انا خلاص ما كانش عندي ولازم نتصرف، مش هنعطل عشان الاسترتش، مش هعطل الوصفة عشان الموضوع ده. اتصرفت وفتحت كيس، الجيش بيقولك اتصرف. كده خلصت اهم قدام زي ما انتوا شايفين اهو. هكون بقى محضرة حلة فيها مية بتغلي، ضروري تكون بتغلي، ومع فلفل اسود وسنة ملح، حبهان، فلفل اسود، ورق لورا، وابدأ احط بالظبط. هسيبها يعني
تقريبا نص ساعة، نص ساعة هتلاقيها استوت وبقت زي الفل. اسيبه يغلي واجيلكوا تاني بعد ما يغلي. طبعا استوت معايا اهو، وفكيتها من الورق عشان ما اطولش عليكم زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى، في طريقتين: يا اما تحمريها في الزيت، يا اما تجيبي مقلعة صلصة، مقلعة زيت، شوية توابل، وتدهنيها وتدخليها الفرن. وادي الحمام الكداب يا حبايب قلبي، وشكله وجماله وحلاوته وطعمته كان طعم بدرجة مش معقولة. كان جميل جدا جدا بصراحة، مش عايزة اقول لكم اطعم من الحمام بجد. يا رب الوصفة تكون عجبتكم كده وتقولوا له رأيكم. ما تنسونيش في الشير واللايك، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.